يا مرحبا بنات عمي ولاد عمي، الله يتابعكم الخير وتحيه الناس اللي راهم يشاهدونا كاملين، ومرحبا ان شاء الله بالجميع. ايوا اليوم بنات عمي غادي نشارك معكم الوصفات اللي نصحتوني بهم، وبزاف ديال الناس الله يجازيهم بالخير والله يرحم لهم الوالدين في هذا النهار كاملين. كنشكركم على التعليقات ديالكم، على النصائح ديالكم. والله العظيم البنات راه الصراحه ساندتوني بزاف، والحمد لله كيف ما كان الحال. المهم بردتوا لي الاعصاب ديالي شويه. يعني ما كيما غنقولوا حنا الخليفه على الله. داكشي كاع اللي ضاع ماشي مشكل. واخا مشيت لا ديما، واخا داكشي يعني ما كاين واحد التجاوب، ما كاينش داكشي اللي بغيت انايا. حيت ما يمكنش ليا نتحارب انا مع واحد الناس كبر مني، نتحارب انا مع شركه ديال الماء والضوء، ولا ما يمكنش ليا نتحارب معاهم اولا نتابعهم ولا شي حاجه. انا ما جهدي الا جهد الله تعالى، وانا ضعيفه. اللي قال هذاك انا غامره درويشه، ما بغيت مشاكل، ما بغيت صداع. وتا داك السيد دار لي هذا المشكل هذا. خلينا الله وصافي. ان شاء الله نقول ما غاداش نبقى تابعه نحرم عليه خدمته ولا نحرم عليه رزقه. هو دار هذا الشيء، دارو بالغلط، قال لك هو غلط. ايوا الله يسمح ليه، هادشي اللي غادا نقول. الله يسمح ليه، حيت راه ماشي ساهله. تصور انا كنت معوله على الصفر، راكم شو الخساره اللي خسرت بزاف، هاد البيجامات، هاد القجاقر وداكشي اللي شرينا. وفي الاخر كنت معوله كنقول صافي راه يعني ما كاين ما نصير في الدار، راه كلشي كاين، الثلاجات راهم عامرين. يعني اللي بغيت نخدم شي وصفه راه كلشي كاين، يعني ما كاينلاش نعاود نضيع الفلوس. يعني كنت دايره داك الحساب ديالي كل حاجه، وضربت ليها 100 حساب وحساب. ولكن الصدمه هي ملي جات لقيت الكارثه العظمى ديال الريحه، وكل شيء مشى، كل شيء خسر. الريحه في الدار دابا راه تصوروا، خاصني دابا نصبن الدار كامله، يعني الفراش كل شيء خصو داكشي يتنقى مزيان، كل شيء داكشي خصو يتعقم، كل شيء خصو يتخمل، البلايات كل شيء خصو يتصاوب من الاول. ايوا الحمد لله على كل حال، ما عندنا ما نديرو. قالك المؤمن مصاب وتفوت غير راسو تجي فاش بغات اللي قال مولاها. المهم كلشي كيتخلف الحمد لله. واخا اللي قالك انا كنت معوله انا غادا نجي من الصفر، غادا نلقى على الاقل راه التمويل راه كاين في الدار. ولكن ملي كنلقى بحال الكارثه هذه، عرفتو راه كيجينا. راه قلت له واش عيب وصافي. دابا قلت ليه اللي عطا الله عطاه، ما عندنا ما نديرو، واللي طاح جا على عين قفاه. هي هذه اللي وقعت لينا. المهم دابا البنات انا طحنت القهوه كما قلتوا لي ندير القهوه. كنت غادا نشريها مطحونه، قلت لها حيدي عندي هذه نطحنها احسن ليا من المطحونه هذه، فيها الريحه مجاهده. قالوا لي شي بنات في التعليقات الله يجازيهم بالخير دير القهوه مع الفاني، راه كيعطيو ريحه زوينه. وفعلا واحد الريحه واعره، ريحه زوينه بزاف. ايوا ها هي القهوه نسبناها بالفاني، والريحه ديال القهوه مع الفاني الصراحه ريحه واعره. هي غادا ندير هذه حتى هي، غنقسمها على جوج. غادا نعمر الثلاجه، وغادا نعمر داك الكونجيلاتور حتى هو غادا نعمرو. وغادا ندير ثاني القهوه الاخرى اللي نصحتوني بها الناس اللي قالوا لي القهوه مع القرنفل. هو عندي واحد شو ديال القرنفل حار. هنا غادا قالوا لي ديري مع الحامض. الحامض لقيته غالي الصراحه، ما جدتوش، راه داير 500 ريال الكيلو. المهم عندي واحد نص وحده غادي نقضي بها الغرض. المهم غادي ندير فيها قرنفلات اللي راه فيه الريحه مجهره. هاد القرنفل فيه الريحه مجهده، حار بزاف. المهم غادا نديرو في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور، حاطه في الكونجيلاتور. دابا المشكل الكونجيلاتور اش وقع لي دابا، ولا بحال يتقشر من الداخل، ولا بحال داك اللون ديال الرصاص ديالو، ما عرفتش غنسمي داك لامينيو ديال الداخل، ما بقاش ملس ولا حرش، ولا بحال اللي غيبدا يتقشر، بحال كيطلق شي حاجه بحال بيضه، بحال بدا كيتقشر وصافي. انا كيبان ليا وياك ما ولا مسموم ولا شي حاجه فيه، ما عرفتش. اي والله مالك الحمد. اش غادي نديرو؟ هذا مكان، هذا هو المكتاب اللي ما كنتش معوله عليه الصراحه والله العظيم. تما انا غرست فيه هاد القرنفلات. صافي غادي نثبت فيها داك القرنفل. المهم غادي ندير غير القياس، والقهوه راه غادي ندير معها حتى هي القرنفل. غنطحن مع واحد جهد معايا ديال القرنفل، ونطحنهم مزيان في هاد الماكينه هادي تيطحنوا. وثاني غنديرهم في الطبيصه بحال هكا ونعمر بهم الثلاجه. انا غادي نشارك معكم شنو غادي ندير. والصراحه الريحه ديالهم ريحه زوينه بزاف. الريحه مثلا مع القرنفل والقهوه الصراحه زوينه، ريحه مجاهده. مع دابا القرنفل كيطلق الزيت، وديك الزيت مجاهده ديال هذا القرنفل، ماشي زعما قرنفل قديم ولا شي حاجه. هذا راه جديد، الريحه ديالو زوينه. صافي دابا غادي نسد عليه هذه، وغادي نطحن شويه ديال القهوه مع القرنفل.
وغادي نديرها في الكونجيلاتور ونسد عليها ونخليها تعطي الريحه مجاهده فيها. واش نديرو؟ المكتاب هو هذا صافي. انا غادا نحاول نطحن مزيان هاد الشيء صافي. قلت لها واش عايب، قلت لي راه هاد الخروف ديال هاد العام ما كتاب نتصرفوا عليه كامل، ما كتابش والله العظيم. ولا شحال من حاجه ضاعت فيه. القديد راه النص الكثير غادي نشارك معكم. البانيو راه عرفتو راه عامر كان بالقديد، كلشي مشى كلشي ضاع. بقاو غير واحد جوج ديال المويكات هما اللي كنت ديت معايا الجديده صافي رجعتهم معايا. قلت الحمد لله. شوفوا ملي تعكسوا في جديده والله العظيم ما كليناهم حتى هبطنا هنايا تلقينا المشكل. دابا لنا البلا قلت له ها علاش تعكسوا، هما راه مكتاب ليهم يجيو لبلاصتهم لمراكش ويتكالوا. نقول هي الكارثه راه واقعه في الدار وما جات لها اخبار. والصراحه درت انا ديفو كبير لما خليت لاختي الساروت اللي نخليها الساروت وتجي تضرب تطلع على الدار تشوف واش كاين الضو ولا ما كاينش. هذه هي اللي ما درت فيها ما يصلاح. خلينا لهم الله، وكلنا عليهم الله وملائكه الرحمن. هادشي اللي غادي نقولوا. ما كيديروا حساب العبد الضعيف، ما كيديروا حساب الناس اللي ما عندهم. الناس قلت له ودي انا قلت لي في داك السيد اللي تما في الاراضي ما قلت لي يا ودي انا راه ساكنه مع الناس وكون غا دقيتي على الاقل غادي يعيطوا في التليفون. واخا نشوفوا كاع لما عيطوا غادي يقدروا يقولوا للسيده مولا الدار هي تعيط لي ديك الساعه وتقول لي شنو كاين. ولكن قلت لي راه ما دق عليهم ما علمهم ما والو. وقال لك واش هو مسالي غيبقى يعلم هذا ويعلم هذا؟ راه هز المكانه بالغلط صافي. اللي عطا الله عطاك، قلت هي اللي عطا الله عطاه. كون بغيتي هذا الشيء وقع لك شنو غادا دير؟ كون دابا هذا الشيء طرا لك انت اشنو غدير؟ قلت لي ما غاديش يعجبك الحال وما غاديش تقبلها وغادي تتابعوا. قال لك دابا بغيتي ديري الشكايه سير ديري الشكايه عمريها صوبيها وجيبيها دفعيها للمديره وديك الساعه راه غادي طالبي بالتعويض ديال داك الشيء. قلت لي ما عندي انا ما بغيت لا تابعه لا متبوع. انا الحاجه قال لك كتكون فيها الغرامه بناقص منها كيتبعوها غير المشاكل ويتبعوها غير المصايب. والله العظيم كاع اللي كيتزي لك العار عرف راه صافي، راه عرف غتتابعك تتابع عمرك ما تقعد. الحمد لله بنادم راه اللي قال هذاك الشيء اللي عطا الله وصافي. دابا انا غادي نحاول ندير القهوه كما قلتوا لي كما نصحتوني. انا غادي ندير القهوه في هذاك اسمو عليه في الثلاجه بجوج، وغادي يبقى ليا البلايص الاخرى غادي ندير الطبيسيل بحال هكا. انا غنعاود ندير هاد الوصفه هذه نيت نديرها في الطبيسلات وندخلها تحت من بحال الجهه ديال ماريو الجهه ديال في الصالون تمايا في لاكور. المهم غادي نعمر بالقهوه ونخلي الريحه تدور. هي الصراحه القهوه مع القرنفل راه مجهده بزاف، الريحه زوينه ومجهده. واخا تغسلي اليد ديالك دابا راه كان ضروري اليد تاعي فيها ريحه القهوه كتعطي. واش غادي ندير بنات عمك؟ لا اله الا الله. انا تابعاني تماره الله يحضر السلامه من الطوبيس للكراطه اما نصيبش عليه مقاله. هذا هو الزهري. اش غادا ندير؟ مضروبه بجفاف واقيلا ما بكراطه باينه واقيلا جابدين معايا بشي كراطه مهرسين عليا. فين ما مشيت تابعاني الناس مشيت ترتاح وترجع تلقى الراحه. انا نمشي نرتاح وما نرتاح كاع وتتما ملي مشينا نسافروا ضروري خاصني نقي الدار. دابا راه حتى ملي خرجنا السيده اللي عارضت عنا داك الشيء والله العظيم اللي عجبها الحال وتوصلنا وقالت لي شوفي قالت لي الله يعطيك الخير وكنشكرك بزاف. والمويحل قالت لي راه عجبني الحال بقى نقي ووقت ما جيتي مرحبا بك. قلت لها ترحب بك الجنه. قلت لها انا راه فين ما مشيت راه هكا دايره. انا ما كنخلي وسخ من ورايا ما نخلي عفن من ورايا. واللي دخلت عندو كيقول الله يعمرها دار والله يعمرها السلعه والامانه تبقى كيما هي الامانه. صافي هنا البنات انا غادا نوريكم اش غادا ندير. هذه هي الثلاجه هي خاويه. دابا غندير فيها هذا صافي. هنا درت فيها القهوه الفوق وفي الجهه تحت درت فيها القهوه صافي. دابا غادا نسد عليها ونخليها. لا كانت ديك الريحه تحيد صافي هذا مكان. دابا غادا نجيو لهاد 7 ايام ديال الكونجيلاتور. هاد البلان العواج غادا ندير فيها الطبسيل ديال القهوه بالفاني وغادا نعاودني ندير الطبسيل الاخر في الجهه الفوق. المهم هانتوما شو الكونجيلاتور كيولي راه ولا حالته ما هي حاله راه ولا حرش. دابا غادي نرش فيه كاع هاد القهوه تيبان ليا نعمر بالقهوه ونسد عليه ونخليه
تيحايدنا ديك الريحه راه ما فيها ما يتشم. صافي حنا درنا فيه القهوه. وكنتمنى بنات عمي توقفوا معنا في هذه القناه، والله يكمل رجاكم كاملين، والله يسهل عليكم كل ما صعاب. وقفوا معنا ودعمونا بالبصيمه ديالكم، والله العظيم حنا محتاجين توقفوا معنا نخرجوا غير من هذه الميزيريه من هذا الزلط. اللهم لك الحمد. دابا غادي نسد عليها نغطيها بالغطاء. صافي انا غطيتها وغادي نخليها هنايا. هانتوما شتو هي غنسد عليها ونغطيها بديك الميكا. مع كاين العجاجه والجو شويه مغير خافت تصب على الشتا، غادي نسد عليها. يلا دوزو بخير بنات.